السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محل شغل على الطريق، قناة العشاب الصغير. النهاردة هنعمل خلطة من الخلطات المطلوبة جدا في السوق، خلطة البرجر من البهارات الحلوة، ريحتها فواحة جميلة جدا. ما جينا عملناها النهاردة بصراحة أنا ما كنتش متخيل إن هي هتبقى بالحلاوة دي. ريحتها حلوة جدا، لها تأثير قوي. حتى لما جينا عملناها أكتر من زبون دخل المحل سأل على الريحة الحلوة دي ايه. تعالوا بينا نعمل المكونات بتاعتها بالمعلقة والجرامات، وبعد كده نرجع لكم نقول التكات اللي هتبقى موجودة في خلطة البرجر. بهارات البرجر: أول حاجة كزبرة حصى، فلفل أسمر برازيلي، زعتر بلدي، بقدونس ورق، زنجبيل صيني أبيض، بصل وتوم شرايح، سنة كاري، بابريكا الاسباني ودي عليها عامل كبير، ولو مدخنة اللي هي البابريكا المدخنة تبقى جميلة برضو، عودين قرفة، حبهان، شطة قرون او بودرة عادي، حبيتين جوز الطيب، ولو مش موجود جوز الطيب تنفع البسباسة، ولو مش موجود البسباسة تنفع جوز الطيب، كبابة صيني، ورقتين لوري، ورشة ملح ليمون او ملح عادي، حاجة كده على طرف المعلقة، حاجة بسيطة. دي كده التركيبة كاملة. تعالوا نطحن بقى ونشوف يبقى شكلها ازاي. ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله الريحة بتتكلم. اللهم بارك، ريحتها قوية جدا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم بارك، ريحتها قوية جدا. ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما عملنا خلطة البرجر. معظم الأسئلة اللي بتجيلنا أو المشكلة اللي بتواجه الجماعة اللي بيعملوا البرجر في البيت ان قطعة البرجر او القرص بتاعها لما باجي اعمله بيكش. طيب بيكش ليه؟ علشان خاطر ان هو فيه لحمة صافي، لازم يكون فيه دهن. فاحنا بنقول 900 جرام لحمة، 100 جرام دهن، بضيف لها معلقة صويا صوص، معلقة مستردة، معلقة نشا، ممكن معلقة بقسماط، معلقة بروتين اللي هو الصويا المجروش، البيضة. كل ده انا بضربه على بعضه بيدي معايا تماسك، وقطعة اللحمة او قرص البرجر بيفضل زي ما هو. كده يبقى احنا عملنا خلطة البرجر. لو حد محتاجها زي ما هي او محتاج اسئلة فيها تحت امركم. حد محتاج عبوات صغيرة لست البيت، موجود بهارات ميكس. محتاج جملة تحت امرك. اشوفكم على خير في فيديو جديد من العشاب الصغير.